مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء لهذا اليوم، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رؤساء جنوب أفريقيا والكويت وقطر وسويسرا يبعثون ببرقيات التهنئة بذكرى الاستقلال. توسع التعليم على مستوى الوطن بنسبة 900% منذ استقلال البلاد. الإريتريون في أنغولا وهولندا وكينيا يحتفلون بذكرى الاستقلال. مقتل عشرات الجنود في هجوم على معسكر بمالي. اتصال محتمل بين ترامب وشي هذا الأسبوع بحسب البيت الأبيض. عشرات السجناء يهربون من سجن باكستاني بعد وقوع هزات أرضي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وأمير الكويت وأمير قطر وكونفدرالية سويسرا برسائل تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 34 لاستقلال البلاد. وعرب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد سيريل رامافوزا وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس كونفدرالية سويسرا كارين ساتر عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا. وأضاف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في الرسالة التي بعثها باسمه واسم الشعب وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بأن بلاده تمنح الاعتبار الكبير للعلاقات الطويلة مع إريتريا المبنية على الرغبات المشتركة والاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي، مؤكدا وجود الرغبة للدفع قدما بآفاق الصداقة والتعاون بين البلدين. تعمل الحكومة الإريترية بمنهج التعليم للجميع في كل مكان لتأكيد حصول المواطنين على الفرص التعليمية بالتساوي منذ استقلال البلاد في عام 1991. ولقد ارتفع عدد المدارس بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الثانوية بنسبة 900% وفقا لوثائق وزارة التعليم. وبحسب الوثائق ارتفع عدد المدارس من 214 مدرسة في العام الدراسي 1991-1992 إلى 1926 مدرسة في العام الدراسي 2022-2023. وبحسب المراحل الدراسية ارتفع عدد رياض الأطفال بنسبة 1280%، وذلك من 55 روضة إلى 709 روضة. وارتفع عدد المدارس الابتدائية بنسبة 282%، أي من 381 مدرسة إلى 1076 مدرسة. وارتفع عدد مدارس المرحلة المتوسطة بأكثر من 680%، أي من 65 مدرسة إلى 447 مدرسة خلال 34 عاما الماضية. بالإضافة إلى ارتفاع عدد المدارس الثانوية بنسبة 476%، أي من 25 مدرسة فقط في السنوات الأولى من الاستقلال إلى 119 مدرسة حاليا. كما تشير الوثائق إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المعلمين، حيث وصل العدد من 201 معلما إلى 1977 معلما في رياض الأطفال، ومن 3647 إلى 12110 معلم في المرحلة الابتدائية، ومن 783 معلما إلى 5507 معلما في المرحلة المتوسطة. بالإضافة إلى وصول عدد معلم المرحلة الثانوية من 758 معلم في عام 1991 إلى 3472 معلما في الوقت الحالي. احتفل الإريتريون في مختلف المدن الأنغولية والهولندية ومومباسا الكينية بالذكرى 34 لاستقلال البريد. فقد احتفل الإريتريون المقيمون في مدن بينغيلا وليابانغو وكابيندا ومالانج وبيئي وناميب ولوفوسومبي بعيد الاستقلال بمناشطة ثقافية تعكس الوحدة والارتباط بالوطن. وكان الإريتريون في مدينتي لواندا ودوندو الأنغولية قد احتفلوا مسبقا بذكرى الاستقلال. وفي هولندا احتفل الإريتريون في مدن روتردام ولاهاي وزولن بعيد الاستقلال، حيث خاطب الاحتفالات مسؤول الشؤون القنصلية السيد كبر أبتول، موضحا بأن حفاوة الاحتفالات جاءت بفضل التضحيات المقدمة من أجل الاستقلال. وقال رئيس الجالية الإريترية في كينيا السيد داويد حاغوس في احتفال الإريتريين في مومباسا بأن الاستقلال وهبة الشهداء، وهديتنا للشهداء هي الحفاظ عليه وتحقيق ازدهار البلاد، مؤكدا على استعداد الإريتريين في كينيا للقيام بالمهام المرحلية.
هذا وكان الإريتريون في نيروبي قد احتفلوا مسبقا بذكرى الاستقلال. نظم فرع خدمة الرقابة الإقليمية في إقليم القاشبركة بالتعاون مع مكتب الزراعة في مديرية دقة محاضرة حول استخدام وإدارة الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية لضمان توفير المنتجات الزراعية الآمنة. ونصح الخبراء المزارعين بتجنب الاستخدام غير الآمن للأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وأشار الخبراء إلى أن الإدارة الخاطئة للأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية ضارة أيضا بالصحة والبيئة. وأضافوا أن المزارعين يجب أن يعتبروا استخدام المبيدات الحشرية الملاذ الأخير وليس عاملا أساسيا. وأوصى مسؤول فرع هيئة الرقابة الإقليمية في الإقليم السيد حقوس قبر مريم المزارعين بالاستفادة من التدريب واتباع النصائح والإرشادات المهنية المقدمة لهم حفاظا للصحة العامة والسلامة الإنتاجية. وذكر مسؤول مكتب الزراعة بمديرية دقة سيد تدروس قبر مريم أن المحاضرة التي قدمت للمزارعين عموما وأصحاب البساتين خصوصا ساهمت بشكل إيجابي في إنجاز استراتيجية الغذاء المقضي للجميع وفي كل مكان، وحثهم على السعي لتحقيق الإنتاجية المرجوة في قطاع الزراعة. اختتمت فعاليات أسبوع تنظيمات الشباب في مديريتي كرن وقلب والتي أقيمت تحت شعار قدراتنا لشعبنا. وتضمن الحدث الذي أقيم في كرن يوم 30 من مايو وفي قلب يوم 31 من مايو المنصرم أنشطة ثقافية وتعليمية ومنتديات اختبرت قدرات الشباب. وأوضح مسؤولو الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في المديريتين أن أسبوع التنظيمات الشبابية يأتي ضمن البرامج السنوية للاتحاد والتي تنظم لتقديم قدرات الشباب وإتاحة الفرص لإبراز مهارات وتبادل الخبرات فيما بينهم وتحفيز الروح التنافسية في المجالات الأكاديمية والثقافية والرياضية. في غضون ذلك تخرج نحو 400 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية والذين كانوا يتلقون تدريبا في العلوم الاجتماعية بمدينة كرن لأكثر من شهر. تم تنظيم محاضرة في 31 من مايو المنصرم ببلدة عريتاي حاضرت مديرية هبرو حول طرق تنمية وأهمية البطاطا الحلوة للمزارعين. والهدف الرئيسي من المحاضرة هو تمكين المزارعين من زراعة البطاطا الحلوة والاستفادة منها من خلال زيادة معرفتهم بالبطاطا. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة بهبرو السيد عند برهان سلمون أن البطاطا الحلوة غذاء مغذي ويتكيف مع المناخين الحار والبارد ومقاومة للأمراض ولديها قدرة على مقاومة شح المياه. وأشار إلى أنه يمكن أن ينتج ما بين 500 إلى 700 كونتال من الهكتار الواحد إذا تمت العناية به بشكل جيد. مضيفا أنه يمكن تحضيره كغذاء بمختلف الطرق بشكل طازج أو مشوي مع الأرز والخبز والمعجنات. وأشار المزارعون بأنهم اكتسبوا معرفة جيدة من المحاضرة وأنهم مستعدون لتجربتها بمزارعهم في المستقبل نظرا إلى فوائدها الكبيرة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط في منطقة الساحل في غرب أفريقيا مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة عسكرية في مالي. قال مصدران أنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 جنديا. وقالت جماعة متشددة أنها استولت على قاعدة في بولكيسي وسط مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو، في حين قال الجيش المالي أنه أجبر على الانسحاب. ولم يرد متحدث باسم الجيش المالي على سؤال حول عدد القتلى والمصابين، لكن مصدرين أمنيين أفادا بمقتل ما يزيد على 30 جنديا. وقبل نحو أسبوع قتل ما لا يقل عن 40 جنديا من الجيش المالي في هجوم جديد نفذه مسلحون من الجماعة ذاتها على معسكر ديورا بمنطقة موبيتي وسط البلاد. وخلف الهجوم خسائر كبيرة في القاعدة العسكرية وفقا لمصادر أمنية ومدنية كانت في المكان ذاته. أعلن البيت الأبيض أنه من المرجح أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع. ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تأكيد فوري من بكين.
وفي حال تمت المكالمة فمن المتوقع أن يركز الرئيسان على الخلاف التجاري المستمر بين البلدين، ورغم أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في منتصف مايو على تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فإن التوترات بينهما تصاعدت مجددا في الآونة الأخيرة. وفي الوقت ذاته يعمل مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. قال وزير في إقليم السند الباكستاني أن عشرات السجناء فروا من سجن في مدينة كراتشي في ساعة متأخرة من الليل. وأضاف للصحفيين خارج سجن مالير أن عملية الهروب حدثت بعد أن تسببت عدة هزات أرضية في إثارة حالة من الذعر بين السجناء. وقال لانجار أنه تم القبض على 46 من الفارين، لكنه لم يحدد العدد الإجمالي للسجناء الذين هربوا، لافتا إلى أن هذه الواقعة هي واحدة من أكبر عمليات الهروب في تاريخ باكستان. في الخبر الأخير، قذف بركان جبل إتنا في صقلية الأكثر نشاطا في أوروبا عمودا من الرماد والقاز والصخور بعدما انهار جزء من فوهته على الأرجح بحسب ما ذكرت السلطات الإيطالية. وأعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن كاميرات مراقبة التقطت تدفقا بركانيا يضم أجزاء من حمم متصلبة يحتمل أنها ناجمة عن انهيار على الجهة الشمالية من الفوهة الجنوبية الشرقية من جبل إتنا. ويضم التدفق البركاني أجزاء من حمم متصلبة عندما تتساقط صخور بركانية ورماد وقازات ساخنة على منحدرات البركان. وكرر جبل إتنا الواقع على ارتفاع 3324 مترا فورانه على مدى 500 ألف عام ماضية. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رؤساء جنوب أفريقيا والكويت وقطر وسويسرا يبعثون ببرقيات التهنئة بذكرى الاستقلال. توسع التعليم على مستوى الوطن بنسبة 900% منذ استقلال البلاد. الإريتريون في أنغولا وهولندا وكينيا يحتفلون بذكرى الاستقلال. مقتل عشرات الجنود في هجوم على معسكر بمالي. اتصال محتمل بين ترامب وشي هذا الأسبوع بحسب البيت الأبيض. عشرات السجناء يهربون من سجن باكستاني بعد وقوع هزات أرضية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.